اليوم بما اني سهرانة قررت اسوي حلا. طبعا انا تشوفوني مو دائما اسوي حلا صراحة لانه ما حد ياكل، بس اليوم بسوي كريم بروليه لانه مرة سهل وكميته كمان قليلة، يعني بس حق 3 بيضات تقريبا. شوفوا هنا حطيت 3 صفار بيض، 3 ملاعق سكر وفانيليا. طبعا الفانيليا كثرت شوي عشان طعم البيض ما يبين، تعطيه نكهة حلوة. وغير كذا بعدها حنضيف كريمة بالتدريج وتخلطوه، بس كريمة تقريبا كوب كذا. هنا تشوفوا اللي من جد هي من حتشوف. سخنت الكريمة شوي عشان كانت في الثلاجة وأضفتها بالتدريج وقلبته. خلاص دحين هنا جهزت 3 صحون، بشوف كم تكفي الصراحة لأنه ما بسوي كثير. ونحط في الصينية موية عشان يستوي طبعا بالبخار. شوفوا بنات حطيت موية بدخلها الفرن لين تستوي. شوفوا بنات طلعتهم من الفرن، دحين بخليهم تقريبا ساعة كاملة يبردوا أو أكثر، وبعدين بوريكم الشكل النهائي بعد ما أحط السكر من فوق. متحمسة أوريكم الشكل النهائي. طلعت واحدة ورشيت عليها سكر عشان أحرقه، وبعدين أوريكم الشكل النهائي. لا بنات ايش رايكم؟ ما شكله يشهي؟ ما شاء الله شكله مرة يشهي. خليت السكر يبرد بسرعة، حطيته بالفريزر بس خرجته عشان مستعجلة بذوق. لا بنات أسوأ فقرة في الحلا كله السكر لما نحرقه من فوق. تخيلوا كل الولاعات جبتها وجربتها تسوي كده بوف، تخيلوا النار نفسها تطلع لين يدي. كم مرة بنحرق أقسم بالله، ما الأكواب الباقية اللي ما سويتها. وآخر مرة ححمر السكر تطلع شرارة قوية يعني زي النار، ما أدري إيش فيها، أنا أولع فيها شموع بس أتوقع ما تتحمل وقت طويل تكون شغالة. حتى شوفوا الأطراف ما قدرت أسوي السكر اللي فيها تولع معايا، ما أدري إيش فيها. المهم تمشي زي كذا، حاولت والله قد ما أقدر بس الأطراف ما أدري هي